الحمد لله الذي جعل التوحيد أفرض المفروضات وجعل معرفته والعلم به سببا للنجاة من النار، وحذر من الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره، وجعله من أعظم المحرمات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتوافرات، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نظير له ولا معين من جميع المخلوقات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله المؤيد بالمعجزات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو عبادة غير الله مع الله. فالشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال ربي تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها المؤمنون، إن أمر التوحيد أولى ما اعتنى به المسلم، وأشد ما تمسك به المؤمن، لأنه النجاة من النار والفوز بالجنات. ومن أجل هذا تكاثرت آيات القرآن العزيز في بيان التوحيد وتوضيحه أشد البيان. قال ربي تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله أنه ما خلق الجن والإنس لأنه في حاجتهم، أو ليتكثر بهم من قلة،
أو ليتعزز بهم من ذلة، وإنما خلقهم لأمر عظيم هو عبادته سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أجل هذه الحكمة أيها الأحبة في الله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار. قال ربي تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ربي تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ففي هاتين الآيتين بين الله تبارك وتعالى حكمة إرسال الرسل، وهي أنهم يأمرون عبادة الله وحده وينهون عبادة الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما عبد دون الله فهو طاغوت. أيها المسلمون، لماذا نحن بحاجة لمثل هذا الكلام؟ والجواب أن القرآن الكريم مليء ببيان أمر التوحيد، وذلك لأهميته. ألم تسمعوا قول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا. فإذا أردنا النجاة من الشرك فعلينا معرفة التوحيد. ثم ألم تسمعوا قول من يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا ثم يقول عند الكرب والشدائد: يا فلان يا فلان يا فلان. وهذا يبين لنا أهمية التوحيد. أيها المؤمنون، لعظيم شأن التوحيد أن الله تبارك وتعالى تعرف لعباده من أجل أن يعبدوه ويطيعوه. قال ربي تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيها المؤمنون، لأهمية
أمر التوحيد أن الله تبارك وتعالى تعرف إلينا بصفاته الذاتية والفعلية، فقال ربي تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها المؤمنون، يجب علينا معرفة ربنا تبارك وتعالى من أجل أن نعبده وحده ونترك عبادة من سواه، فنعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق وما سواه مرزوق. قال ربي تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يجب علينا أيها الأحبة في الله معرفة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تليق بجلاله وعظمته، فمع اتصافه بهذه الصفات فإنه لا يماثله أحد من مخلوقاته، وإن اتصف بها بعض الصفات قال ربي تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم بمحبته وتعظيمه وإجلاله. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.